متابعي قناة صدى الأخبار 24، أهلا بكم. في خبر محزن لكافة الجماهير المغربية، نجم المنتخب المغربي السابق إلياس الشاعر يحكم عليه ب2 سجنا، واحدة منها موقوفة التنفيذ. إليكم التفاصيل. الجمعة 23 من فبراير 2024 قررت محكمة الجنايات ببلجيكا الحكم على لاعب المنتخب المغربي ونادي كوينز بارك الأنجليزي بالسجن لمدة 2، إحداهما موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية على خلفية اتهامه بشجار مع سائق شاحنة ورشقه بالحجارة. التعويض بلغ قيمة 15684 يورو لفائدة الطرف المتضرر. وحسب منابر إعلامية ببلجيكا وأخرى بريطانية، فإن أطوار القضية تعود إلى صيف سنة 2020، عندما كان اللاعب المغربي في رحلة استجمام بفرنسا، حيث حدث شجار ثم اشتباك بينه وبين سائق الشاحنة آنذاك، الشيء الذي جعل متوسط ميدان كوينز بارك الأنجليزي يستعين بحجر للدفاع عن نفسه. هذا وتفاعل نادي كوينز بارك الأنجليزي مع أطوار القضية أنه على تواصل مع الفريق القانوني لنجمه إلياس الشاعر حتى يأخذ القانون مجراه الحقيقي. إلى اللقاء.